هي حرب. معلش، انا زي ما قلت لكم احنا كنا في كوم زباله. الواحد ما بيطلعش من كوم الزباله يقعد على السفره ياكل وينزل يلعب رياضه ويروح يتعلم ويروح يتعالج، لا، ده بيقعد يروح يخش الحمام الاول. عايز حمام بقى من الحمامات بتاع الزمان، اللي هي حمام التلات ده، يدعك كده بالفرشه ويتنضف، لانه يعني الحكايه باظت منه خالص، كان في كوم زباله. فاحنا عايزين وقت، مش عايزين نزهق. عايزين وقت، مش عايزين نزهق. مش عايزين نزهق، عايزين نقاتل ونواجه كل هذه الأزمات بحب لبلدنا وبمحاولة للمحافظة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أنا كل أمنيتي في الحياة إن ما يحصلش احتكاك، لكن بيحصل. 4 ماتوا النهارده هم، 2 في المصريين، 1 في المصريين، وواحد في 2 في منشية البكري، وواحد في اليوبلس. وبعدين انا مش هخاطب الاخوان بقى، لان ما عادش خلاص، هم ما عادوش بيسمعوا ولا بيشوفوا، لا بيسمعوا ولا بيشوفوا خلاص هم. فاعتقد ان المساله محتاجه حزم اكتر، محتاجه حزم اكتر، محتاجه قوه دوله، قوه دوله، لان ده الامن القومي بتاع البلد، دي سمعه البلد. الناس دي لازم تتلم. انا اسف ان انا بقول الكلام ده وما كنتش احب ان انا اقوله ابدا، بس لازم يتلموا بقى، لان كده ما ينفعش. يعني كده ما ينفعش خالص ان الناس حياتها واقفه. يعني ما ينفعش ان كل جمعه الناس تقف حياتها كده بهذا الشكل العجيب، منتشرين في كل حته، 100 واحد هنا و100 واحد هنا و100 واحد هنا، وهم كلهم ما يجوش 20,000 اللي بيخرجوا في الاحداث اللي انت سامعها النهارده من اسكندريه ومن السويس كل الحاجات دي ما يجوش 20,000 واحد. لكن لما توقف انت 500 واحد في شارع قصر النيل، يوقفوا المرور، يوقفوا البلد كلها. دي حاجه منطقيه. لما يطلعوا 200 واحد يقفوا على كوبري 6 اكتوبر، خلاص وقف كوبري 6 اكتوبر، وبالتالي وقفت المهندسين، وبالتالي وقفت مصر الجديده ومدينه نصر، والدنيا كلها تقف. عايزه حزم اكتر، وعايزه حلول سياسيه كمان. يعني جنب الحزم حلول سياسيه. لازم يبقى في حل سياسي للازمه دي. ما نوقفش مكتوفين الايدي كده قدامها، لان كده مش هينفع.